السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي وعاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. يا صباح الورد والفل والياسمين. تعالوا بينا النهاردة نشوف هنعمل ايه. بنسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. عمل شوية سمك حلوين اهم يا حبايبي، هنفتح بطنهم وننضفهم كده وننضف الزعانف بتاعته، وبنشيل الدماء والنغشيش بتاعتها حلوة كده وننضف بطنها. طبعا مش عايزة اطول عليكم وقت الفيديو. كل عام وانتم بخير يا رب كده وبصحة وسلامة وولادنا بخير، وربنا يرزقهم برزق حلال يا رب ويكفيهم شر المستخبي وشر الطريق يا رب. اللهم امين. طبعا هننضف السمك ونغسله تحت الحنفية، وننضف السواد اللي في قلبه كده، الحتة السمراء اللي بتبقى في قلبه دي والدماية المعجودة حلو عشان ما يبقاش فيه اي زفارة. لا اله الا الله. السمكة دي ناعمة شوكها ما بتشوكش يا بنات، بننضفها اللي عليها حلو. لا اله الا الله. طبعا ده ملح ودقيق هنغسلوها بيه وننقعوها دقيقتين كده ولا 5 دقايق فيه، وهنغسله حلو بالملح الاول برضو بالدقيق وننقعوه حلو عشان برضو في اي زفارة في اي حاجة تبقى نضيف. طبعا انا سبته شوية نقع، وبعدين عشان ما اطولش عليكم الفيديو يعني، وسبته في الماء بالملح كده بليمونة عصرتها فيه تتنقع شوية. طبعا انا غسلتها حلو كده، غسلتهم تاني برضو حلو من قلبهم اي حتة سمرة ولا حاجة ولا دمية. والمية في الطبق التاني بليمون وخل، هننقع السمك فيه ساعة كده ولا حاجة ولا نص ساعة لو انت مستعجلة. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. حط ليمونة 2 بقى على حسب ما انت عايزة، وشوية خل، بدي معلقة خل ما تكتريش. طبعا هنشطفه من المية دي كلها حلو، وفي قلبه حلو برضو كده تحت المية. لا اله الا الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. هنشطفوه حلو وهننقعه في المية بالليمون بالخل برضو ساعة، نص ساعة، ربع ساعة، على حسب ايه ما انت، على ما تخلصي التتبيلة بتاعته والحاجات اللي انت هتعمليها. ده احلى من المقلي ومش هياخد منك غلبة يعني. طبعا هننقعه حلو. وانا محضرة بقى شوية بصل حلوين كده، قرن فلفل خضر، قرن حراق. يا سلام القرن الشطة الحراق مع السمك مع الطماطم بتبقى تحفة. دولت معلقة توم، بهارات سمك، معلقة فلفل ومعلقة كمون وملح، والخلطة الحلوة دي هنلفها في بعضها كده. طبعا شوية البصل 3 بصلات او 4 على حسب الكمية اللي انت عايزاها، ممكن تعملي بصلة واحدة، وممكن لو انت مش حابة البصل عادي هتحطي واحدة بس مش اكتر. طبعا معانا قرن فلفل بارد، قرن قرنين بارد وقرن حراق. وهنحط الحاجات الحلوة دي كلها كده، وهنجيب السمك نفتح ظهره وهنحشيه حلو من بطنه ومن ظهره من الفتحات دي كده. بس ما شاء الله مش هتنسى حلاوته. حتى لو السمكة معاك كيلو مش شرط صغيرة، هتطيب وهتبقى طعمها زي العسل. طبعا هتحشي بالبهارات الحلوة دي كده السمكة كلها، وهنرصها حلوة في الصينية كده، وهننزل عليه بالطماطم بتاعتنا، شوية ملح وشوية فلفل شو صغيرين على الوش كده، وعصرة ليمونة. ده اهم حاجة عصرة الليمونة ديت وهو داخل الفرن. لا اله الا الله. هننزل عليه بالطماطم حلوة كده، وهننزل بشوية الزيت اللي انت ايه شوية صغيرين مش ياما، وهتطلع السمكة ما شاء الله عليه. تنسوش لو عجبكم الفيديو
تعملوا لايك وتشتركوا في القناة يا احلى واغلى اخوات، يعني حرمش منكم يا رب. لا اله الا الله. طبعا هنكون مسخنين الفرن بتاعنا، واجي عاوزه تحطيه في الفرن الغاز البوتاجاز عادي، في الفرن الغاز بقى ده عادي، لو البلدي بقى واحنا بنغبس كده وحطيناه يا سلام. هنحطه في الفرن مهبطين النار، وهنسك الباب عليه ونسيبه مع نفسه بقى كده، ياخد ويدي كده مع نفسه. طبعا هو خد لون من فوق اهوت وطيب ومستوي ما شاء الله عليه، يعني بتسيس عليه وانت بتطلعيه من الصينيه. وهتاكل التتبيله بتاعته اللي حواليه الحشوه بتاعته دي، البصل بالفلفل، مش هتنسى حلاوته. مش هتشطه شويه في السجعه دي تدفينا. ده احلى من المجلي 100 مره، ما شاء الله طريقه سهله وبسيطه. لو عاوزه تعملي طماطم دواير بس عليه من غير ما تخلطيها عادي، بس هي اللي احنا خلطينها ومصفينها افضل. ما نحرمش منكم حبايبي، دونكم نعمه في حياتي. متنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.